السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايب قلبي النهاردة في فيديو جديد. هنتعلم مع بعض نعمل جوانتي شيك جدا. هو مرسوم عليه زي الايموجرامي كده بالظبط، رسمة قلب. عشان تشتغلي جوانتي انت محتاجة خيط صوف، تكون فتلته رفيعة أو سميكة على حسب ما انت عايزة سمك الجوانتي ازاي. بس انا ما كانش عندي خيط صوف اشتغل لك بيه، فجبت كان عندي خيط قطن اليزا، فانا هشتغل وهجوز الخيط يعني. بس يفضل ان انت تشتغلي خيط صوف، عشان يعني الصوف افضل، يعني بياخد ويدي معاكي في الجوانتي، بيبقى حلو، ما بيبقاش ناشف زي الخيط القطن كده. تمام. فهنبتدي نعرف بيتعمل ازاي. بسم الله. نعمل غرزة البداية، العقدة العادية اللي بنعملها في بداية اي شغل اهو بالشكل ده. هبتدي اشتغل 11 غرزة سلسلة. اشتغلت 11 غرزة سلسلة. السلسلة دي تعتبر طول الاسورة بتاعتي، انا عايزاها قد ايه. فانا يعني الحجم ده كويس. لو انت عايزة الاسورة كبيرة طبعا بتزودي في عدد الغرز، فانا هبدأ اعمل الاسورة، فده الطول المناسب للاسورة بتاعتي. عملت هنا 11 سلسلة. هسيب السلسلة الاولى اللي تحت الابرة دي، وهروح في اللي بعدها واعمل حشو، وهروح للسلسلة اللي بعدها واعمل حشو، وهبتدي اشتغل في كل سلسلة تقابلني غرزة حشو اهو بالشكل ده يا بنات. هكمل لاخر الجزء اللي انا عاملاه ده. خلصت هنا الدور الاول كله حشو. بعمل سلسلة ودي ارتفاع، وادور الشغل بتاعي. السلسلة اللي اشتغلتها دي مش هشتغل عليها، هشتغل في اول غرزة تقابلني، بس هدخل في الغرزة الخلفية. عندنا هنا اهو حرف في اهو، مش بدخل كده هنا، لا بدخل بشوف الغرزة الخلفية اهي، وادخل تحتها واعمل حشو. شغلي كله هيكون كده، شغلي كله هيكون في الغرزة الخلفية. ليه؟ لما بشتغل في الغرزة الخلفية رايح جاي بتديني مطة كده، بتبقى زي الاستك، اعرف ادخل منها الجوانتي ما يضايقنيش. فاهماني؟ فدي بنعملها كمر كده لاي حاجة هنلبسها، سواء مثلا في الرقبة او كمر حوالين الوسط، او زي ما انا بعمل كده جوانتي هيتلبس، فلازم ياخد ويدي معايا، ما يبقاش ناشف وقافش كده. فبنفضل ان احنا نعمله بغرزة البليسيه. دي تتعمل ازاي؟ بندخل في الغرزة الخلفية للغرزة رايح جاي او بالشكل ده يا بنات. ومهم جدا ان انا اعد في كل مرة 10 غرز، عشان ما تعوجش معايا او تقل معايا. الغرزة الاخيرة دي عادي بدخل فيها نفسها، عشان دي اللي هتظبط لي الشغل بعد كده، مش بعملها في الخلفية، الغرزة الاخيرة بس. تمام. باخد سلسلة ارتفاع وبدور الشغل، واجي هنا في الحلقة الخلفية واعمل حشو، واللي بعدها نفس الحكاية. كل الغرز بعمل حشو، وراعي انها تكون في الغرزة الخلفية دي اهو بالشكل ده يا بنات. هفضل رايحة جاية كده على ال10 غرز بتوعي لحد ما اوصل للطول اللي هقولك عليه دلوقتي. اهو هاجي لاخر غرزة، ودي هدخل فيها عادي، هعملها عادي كده اهو. بصي الشغل اتظبط معايا من هنا ازاي اهو. هعمل عدد من السطور وهشوف هنوصل لفين. هنا حبايبي عملت عدد من السطور اهو. وقفت فين؟ وقفت لما بصي اقيسه حوالين اعرض حته عندي، يعني اعرض حته عندي اهو جايه مقاسها بالظبط. ليه؟ عشان اعرف البس الجوانتي. هي هتبقى اسوره هنا صحيح اهي، بس عشان اعرف ادخله في ايدي. تمام. فبقيس اعرض حته هنا. شوفي بقى على حسب ما يطلع معاكي، طلع معاكي 30 سطر، طلع 35، حسب ما يطلع معاكي، علشان حسب تخانه الخيط اللي انت شغاله بيه هيطلع معاكي عدد السطور المناسب، اللي هو لما اقفله هنا كده اهو حلو، يعني بياخد ويدي معايا وبيدخل في ايدي. تمام. بعد كده هبتدي اقفل بقى الاسوره بتاعتي على اي اتجاه، يعني هو ملوش وش وظهر، لان احنا شغالين رايح جاي. دي اخر غرزه عملتها في السطر. بحط كده الجنبين قصاد بعض بالظبط. تمام. بدخل بقى في اول غرزه، كل غرزه قصاد التانية، واسحب الخيط واعمل حشو
هاجي للغرزة دي اهي، والغرزة اللي قصادها بالظبط هدخل فيها، هسحب الخيط وهعمل حشو. هبتدي اقفل الاسوره بتاعتي بالشكل ده، كل غرزه قصاد التانية. هخلص التقفيل بتاعي وارجع لكم. وصلت هنا يا بنات خلاص لاخر غرزه وقفلتها معايا بالشكل ده. هبتدي اقلب الشغل بقى عشان يبقى نضيف، عشان القفله دي تبقى جوه، الوصله دي تبقى في ظهر الجوانتي من جوه ما تبانش. طبعا الخيوط دي هنضفها بعدين. تمام، انا كده وصلت اهوت. ان انا هبتدي هشتغل بقى على القمر نفسه اللي انا عملته، على الاسوره دي، اسفه، على الاسوره دي هشتغل عدد من الغرز. في كل غرزه تقابلني اعمل حشو، يعني انا هبتدي ادخل ما بين الغرز كده. بصي القفله اللي انا عملتها في الاخر دي ادتني غرزه اهي، هبتدي ادخل فيها واعمل حشو. في كل غرزه تقابلني كده هدخل فيها واعمل حشو، هشتغل الدور كله حشو، ده دور تأسيس اللي انا هشتغل عليه. تمام، في كل غرزه تقابلني في الدوران كله هشتغل حشو. خلاص يا بنات، بعد ما وصلت لنهايه الدور انا هنا مش حابه اقفل، مش حابه يبان ان في وصله في الجوانتي، فانا هشتغل على طول، هروح على طول للغرزه الدور الجديد مباشره وهشتغل فيها حشو. بس هعلم بس عشان ابقى عارفه بدايه الشغل بتاعي فين. ممكن اعلم تحت هنا اهي، بدل ما كل شويه كل ما اقفل الدور اشيل العلامه بتاعتي، هعلم هنا بحيث ابقى عارفه انا ايه بس وصلت بدايه الدور فين ونهايته فين. هبتدي اشتغل في كل غرزه تقابلني حشو. برضو هشتغل كام سطر كده، هشتغل حوالي 6 سطور من غرز الحشو، وبعد كده نبتدي نعمل شكل القلب بعد ال6 سطور اللي هنعملهم دول. هنا يا حبايبي انا اشتغلت حوالي 6 سطور من غرزه الحشو، واحنا اتفقنا ان احنا كل ما بنعدي العلامه بنبدا في سطر جديد. فانا هنا في نص السطر السابع، يعني اول ما بدات في السطر السابع هاجي في النص هنا تقريبا، وهبتدي اعمل شكل القلب بتاعي. تمام، فهبتدي اجيب الخيط الاحمر اللي هعمل بيه شكل القلب. وطبعا انا زي ما بشتغل هنا على فتلتين هشتغل برضو الاحمر على فتلتين، عشان لازم الشغل كله يبقى بتخانه واحده. عشان ابدا اعمل غرزه بلون جديد فانا لازم اسحب قبلها اللون، يعني ركزي معايا في الحته دي علشان يعني هتبقى معانا طول الشغل. اهو انا دلوقتي هبدا في لون جديد ماشي، وهي لسه حلقتين على الابره، هسحب اللون الجديد واطلعه كده بالشكل ده، واشد الخيط الابيض اللي تحت كده معايا عشان الغرزه تبقى مشدوده. شايفه ازاي؟ اهو هبتدي اعمل بقى الغرزه. هاخد معايا الفتلتين دول الابيض والاحمر، هنزل هنا واعمل حشو اهو. انا بعد كده هبتدي انا اعمل غرزه واحده احمر، وهبتدي انقل على الابيض. طالما هنقل على الابيض يبقى هسحب الابيض معايا اهو بالشكل ده. اتكونت عندي غرزه لونها احمر. تمام، هشتغل بعد كده عادي. هسيب بقى اللون الاحمر، الفتله الكبيره مش هاخدها، هاخد بس الفتله الصغيره معايا عشان انضفها، وهبتدي اشتغل غرز حشو عادي خالص اهو. يا بنات بالشكل ده اكون عملت عندي اول غرزه في القلب اللي هي السبعه بتاعه القلب باللون الاحمر. هبتدي بقى اشتغل باللون الابيض. هاخد معايا الفتله القصيره دي واسيب الفتله الطويله، مش بشتغل بيها، بسيبها عشان انا هحتاجها لما هاجي اشتغل من هنا. تمام، اتفقنا ان احنا بناخد القصيره بس بنشتغل عليها. هشتغل دوران بقى كله بالابيض عادي، اكني بشتغل عادي خالص كل السطور العاديه. اشتغل دوران لحد ما اجي اوصل لهنا عشان اشوف هشتغل ازاي اهو. بصوا يا حبايب قلبي، انا المفروض احدد بقى انا هعمل الاحمر فين. الغرز الاحمر انا هعمل، يعني انا عملت واحده في النص، الدور اللي بعده هعمل واحده قبلها وواحده عليها حمراء وواحده بعدها، علشان ابتدي اعمل ايه، اطلع بالسبعه بتاعه القلب، البوزه بتاعته من تحت كده. فلازم اعمل بقى ايه يعني هزود هنا احمر وهنا احمر وفي النص برضو احمر. فاهماني ازاي؟ طيب الغرزه اللي عليها الدور تتعمل احمر هي دي، فانا هاجي قبلها وابتدي اغير اللون زي ما اتفقنا. يعني انا اهو بصي المفروض دي اللي هعمل فيها الاحمر،
فانا هغير اللون في الغرزه اللي قبلها. بغيره ازاي؟ بنزل اخد حلقه، بقى معايا حلقتين، هبتدي اغير هنا اللون عشان اعمل الغرزه اللي بعدها بالاحمر، فلازم اغير اللون قبلها. فهاخد الحمراء بقى، الفتله الحمراء الطويله اللي انا قلت لك نسيبها، هسحبها، هسحب منها غرزه اهي. هبتدي اعمل فين بقى الاحمر؟ هنا. تمام. وراعي ان انت تاخدي الخيط الاساسي معاكي الابيض تشتغلي عليه عشان هنكمل بيه، انما الحمراء دي بنسيبها لما بنخلص الرسمه هنا. فهماني ازاي؟ يا رب يكون قدرت اوصل لك الفكره. المهم احنا هننزل نعمل هنا غرزه باللون الاحمر ومعانا الخيط الابيض. تمام. هنعمل غرزه احمر فوق الغرزه الحمراء اهي، وهنعمل واحده كمان حمراء هنا بعدها. اتفقنا ان احنا هنعمل 3، واحده قبلها واحده عليها واحده بعدها. تمام. فهننزل هناخد لفه من الاحمر، المفروض هندخل على الابيض بقى بعد كده، فهنسحبه معانا. هنبتدي نسحب اللون الابيض اللي هنشتغل بيه اللون الاساسي اهي. بصي بقت عندي بالشكل ده. تمام. طيب بعد كده هسيب بقى الاحمر الطويل، مش هشتغل بيها معايا، مش هلفها معايا عشان انا هسحبها لما اوصل هنا عشان اشتغل بيها من هنا. فاهماني ازاي؟ فهسيبها مش هشتغل بيها. هشتغل بقى بالابيض على طول دوران، الغرزه العاديه بتاعتي الحشو في الدوران كله باللون الابيض لحد ما اوصل للغرزه اللي قبل الاحمر، وهعمل فيها نفس اللي عملت هنا. لما اوصل لها هقولك تاني، هعيدها لك نعملها ازاي. اهو حبايبي وصلت هنا اهو قبل الغرزه اللي هشتغل فيها. المفروض هشتغل هنا احمر، فانا هبتدي اغير اللون في الغرزه اللي قبل اللي هشتغل فيها. فهنزل هسحب الخيط الابيض اهو بالشكل ده، وهبتدي اسحب معايا بقى اللون الاحمر اهو. بصي بسحبه اهو كده، هي بتبقى مشدوده معايا من هنا كده. تمام. وهشتغل برضو على الابيض ما سيبوش عشان هكمل بيه. هبتدي انزل في الغرزه اللي عليها الدور اهي، واعمل اللون الاحمر بتاعي، وهاجي فوق الغرزه دي احمر واعمل احمر. هشتغل فوق الاحمر كله احمر، وهزود غرزه عشان بزود غرزه في الطرف ده والطرف ده عشان تطلع معايا شكل السبعه بتاعه القلب اهو. المفروض دي اخر غرزه بقى بشتغلها بالاحمر، فهبتدي هغير فيها الخيط اللون اهو. هاخد بقى اللون ايه؟ الابيض، وهسيب الاحمر دي مش هسحبها معايا، مش هتبقى معايا دوران في الشغل، عشان لما اجي هنا تبقى قريبه مني اسحبها هنا اشتغل بيها في البدايه هنا. تمام. هشتغل بقى بالابيض، خلاص خلصنا الاحمر دوره خلص، فهشتغل بقى بالابيض واكمل الشغل بتاعي عادي خالص من غير ما اخد الاحمر معايا. هكمل الدوران بالابيض غرز حشو عاديه اهو يا حبايبي. وصلت هنا خلاص لقبل الغرزه اللي هعملها بغرزه، يعني في غرزتين اهو من الابيض. هبتدي اغير في الغرزه اللي قبل اللي هشتغل فيها اللون، وهاخد اللون الاحمر اهو. هنزل بالابيض اكني بشتغل ابيض عادي، بس هسحب هنا اللون الاحمر. بصي اهو بالشكل ده، بسحبه كده واريحه معايا اهو. بشد الخيط الابيض ده وباخده معايا ما بسيبوش عشان بكمل عليه. هبتدي اشتغل بالاحمر بقى اهو، غرزه قبل الغرزه الحمراء وواحده فوقها. هشتغل فوق كل الاحمر احمر، وهزود غرزه كمان في الاخر وانا اخده معايا الخيط الابيض ما انساهوش. الشغل ده بتعمليه في اي حاجه ايموجرامي، بتبدلي في الخيط بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي اهو. بنعمل فوق الاحمر احمر، المفروض هنا بنعمل اخر واحده احمر، فهبتدي هنا اعمل اهو الاحمر، بس هبتدي اسحب بقى الخيط الابيض اللي هشتغل بيه اللون الاساسي بتاعي، واسيب الاحمر ده مش هشتغل عليه، خلي بالي هسيبه علشان هستعمله تاني لما اوصل هنا. وهكذا بمشي كده كل الادوار. بعمل كام دور؟ بعمل من الدور من التزايد ده ان انا بزود في السبعه لحد 6 ادوار من القلب، وبقف عند ال6 ادوار، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فانا هوصل لهنا وهعيد لك تاني طريقه تبديل اللون عشان برضو توضح معاكي اكتر. بس هخلص انا عشان ما اطولش عليكي، بس الفيديو هخلص الدوران لحد ما اوصل لهنا عشان نبدا في سطر جديد من الاحمر. خلاص هنا وصلت اهو. هبتدي اعمل هنا الاحمر، فهبتدي هغير اللون في الغرزه اللي قبلها اهو. هسحب الخيط الابيض عادي، وبعدين هاخد الاحمر اهو معايا، هبتدي اغير
اللون بالشكل ده حبايبي اهو، بالشكل ده. هطلع اللون الاحمر وهبتدي اشتغل عليه، واخد معايا الخيط الابيض هشتغل عليه. هبتدي انزل هنا اعمل غرزة احمر اهو، وهبتدي اشتغل بالاحمر كل الصفوف فوق الاحمر لحد ما اوصل لهنا اهو بالشكل ده. احنا كده عملنا كام سطر؟ 1 2 3 4 5، فاضل سطر كمان ونبتدي نكمل شكل القلب بشكل تاني. مش هنعمل بقى زيادة واحدة هنا وواحدة هنا، لا طبعا هنغير عشان نعمل شكل القلب اهو. بشتغل فوق كل غرزة احمر غرزة احمر. انا مستنية بس عشان اوريكي برضو اكد عليكي ازاي بنغير لون الخيط اهو. المفروض هنعمل هنا اخر واحدة حمرا بقى، في اخر واحدة حمرا دي هنبتدي نغير لون الخيط وناخد اللون الاساسي بتاعنا، ونسيب الاحمر ده ما نشتغلش عليه. الفتلة الطويلة دي اهي بنسيبها يا بنات، مش بنشتغل عليها عشان هنستعملها تاني هنا. تمام اهو. باخد بقى اللون الابيض بتاعي اهو بالشكل ده، وهبتدي اشتغل ابيض لحد ما اوصل هنا واعمل دور تاني بالشكل ده. بعمل غرزة قبل الاحمر وغرزة بعد الاحمر اهو. هنا حبيبي وصلت خلاص. ده السطر، ده السطر السادس في القلب، وده يعتبر اخر سطر في شكل السبع. تمام. هبتدي هنا هغير اللون ده، اخر سطر هعمله زي اللي انا بعمله عادي. هنا هغير اللون باللون بقى الاحمر اهو. بص يا بنات بسحبه كده اهي، بسحبها كده واريحها معايا عشان ما تبقاش مشدوده اهو بالشكل ده. بشد الخيط الابيض ده وباخده معايا بشتغل عليه. ببتدي اعمل بقى اللون الاحمر بتاعي وامشي عادي خالص فوق كل غرزة غرزة. المفروض دي اخر غرزة في الاحمر. هسحب بقى الابيض واسيب الاحمر ده برضو عشان هاخده معايا، مش هشتغل عليه. هبتدي اشتغل باللون الابيض في الدوران كله اهو. كده ابتدت تظهر عندي شكل السبعة بتاعة القلب. ببتدي اكمل عادي الشغل بتاعي عادي لحد ما اوصل بقى للجنب. بصي بقى بعد ما بخلص بقى السبعة بتاعة القلب، خلاص خلصت الست سطور. هنا بحدد مكان فتحة الصابع، وخلي بالك الفردة اليمين غير الفردة الشمال. يعني الفردة الشمال طبعا فتحة الصابع بتاعتها هنا، الفردة اليمين دي فتحة الصابع بتاعتها هنا. فانا في الجزئية دي هحدد مكان الصابع بتاعي فين. فاحدده ازاي؟ لما نرجع هنا في السطر اللي بتاع الثبات هقولك بقى. يعني احنا بنحدد مكان الصابع في السطر اللي جاي مش في السطر ده. بعد ما بنخلص السبعة خلاص بنوقف التزايد هنا في الأجناب. هنشتغل بقى السطر اللي جاي عادي، وهنشوف هنعمل فيه مكان الصابع ازاي. هشتغل في الدوران عادي خالص لحد ما اوصل لشكل القلب. انا هنا في الدور السابع للقلب، فانا كنت بغير اللون قبلها بغرزتين تمام علشان بعمل قبلها غرزة. لا هنا هغير اللون قبلها بغرزة بس عشان انا هعمل فوق الاحمر احمر. يعني مش هطلع بقى هعمل 7 تزايد كده بتوسع معايا السبعة، لا انا هطلع سطرين ثبات فوق الاحمر احمر، مش هعمل قبلها. تمام. ده في السطر السابع للقلب. هبتدي بقى اسحب الخيط هنا اللون الاحمر هنا اهو قبلها بغرزة واحدة. كنت الاول بسحب قبلها بغرزتين عشان فوق الاحمر هعمل احمر، هتبقى فوقيها بالظبط مش هتبقى طالعه كده. هبتدي اثبت عشان اطلع بشكل دوران بقى القلب. تمام. فهشتغل فوق الاحمر احمر، مش هعمل قبلها ولا حاجه. راعي ناخد معانا الخيط الابيض عشان هنكمل بيه او بالشكل ده، اوعي تنسيه اهو. اخدين الخيط الابيض شغالين بيه اهو بالشكل ده يا بنات. هنا خلاص بقى هعمل فوق الاحمر احمر، مش هعمل زيادتين. فهسحب الخيط الاحمر وهبتدي اشتغل بقى بالابيض
واسيب الاحمر ده خالص عشان ما انساش واخده معايا، عشان هرجع اشتغل بيه في البدايه من هنا. تمام. هشتغل بقى عادي فوق الابيض، ابيض عادي بقى، مش هعمل احمر تاني خلاص، عشان احنا عايزين الغرزه الشكل القلب معانا يطلع واقف كده من الجناب. في السطر ده يا بنات هبتدي احدد بقى، انا خلاص ثبت مش بعمل زياده، ثبت خلاص هطلع عادل. في السطر ده هبتدي احدد مكان الصابع، يعني هبتدي ادخل الجوانتي كده عشان يبتدي يريح كف ايدي بقى اهو. حاساه مظبوط عليا، مش ضايق ولا حاجه. هبتدي اعمل بقى الجزء بتاع الصباع هنا اللي هشتغل عليه، تمام، عشان يريح معايا، ما انا مش هفضل شغاله كده، يعني لازم يبقى في مكان اطلع منه صباعي. فهبتدي هاجي هنا عند الغرزه دي وهعمل حوالي 6 سلاسل، ممكن تبقى معاكي 3 أو 4 على حسب تخانه ايدك وعلى حسب المقاس اللي انت بتعمليه. تمام. فانا هشتغل كام غرزه بقى؟ 1 2 3 4 5. هاجي هنا في الخمسه 1 2 3 4 5. هبتدي اعمل سلسله، هعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. انا عملت 6 هنا لان الخيط هنا قطن ما بيمطش معايا، انما لو هتعملي صوف هتلاقيه مريح معاكي. تمام. هاجي قصادها هنا بالظبط وهبتدي انزل اعمل حشو اهو. بكده انا عملت مكان للصباع بتاعي، والشغل بعد كده هيبقى على السلسله دي دوران، همشي دوران كده، مش هيبقى على الجزء ده خلاص مش هشتغل عليه، ده هيبقى طالع الصباع منه. هوريكي ازاي اما البسه اهو يا بنات بالشكل ده. حددت القلب اهو في النص، والصباع طالع من هنا ومريح معايا اهو. انتي بقى تعملي السلسله دي على حسب المقاس بتاعك. تمام. هبتدي اشتغل بقى هنا على السلسله اللي انا عاملاها دوران، اكمل شكل القلب معايا لحد ما اخلص اهو. هكمل بقى ظهر الجوانتي. ظهر الجوانتي ما فيهوش رسومات ولا حاجه، فبنمشي غرز عاديه عادي خالص لحد ما بنيجي نوصل لايه، للقلب. هنشوف هنعمل فيه ايه اهو. غرز عاديه حشو خالص. هكمل وارجع لك. هنا انا هشتغل فوق الاحمر احمر، فهاجي قبليها بغرزه وهبتدي اسحب بقى الخيط الاحمر بتاعي اهو، وهشد الخيط الابيض اللي هشتغل عليه. هبتدي بعمل سطرين بس، اللي هو الثبات، اللي هو فوق كل غرزه غرزه اهو. سطرين 2 بس من الاحمر اللي هو طالع القلب معايا بقى شكل عدل، ما بقاش شكل 7، لا هيبتدي يقوس معايا عشان يديني شكل القلب. وهبتدي اقسم بقى جوه، بس في الدور الجاي ان شاء الله هنمشي بس كده مع بعض واحده واحده. يا رب يكون بس قدرت اوصل لك الفكره، ويا رب تنفذيها وتوريني التطبيقات بتاعتك، هبقى سعيده جدا اهو. فوق كل غرزه غرزه لحد ما بنوصل لاخر غرزه، وبنعمل برضو فوقها غرزه زي ما عملنا في البدايه كده اهو. شايفه ازاي كده؟ فوق كل غرزه غرزه. هنا يعتبر خلاص اخر غرزه معانا. هبتدي بقى اغير اللون وهشتغل باللون الابيض. هسيب الاحمر ده عشان برضو هشتغل بيه تاني، هسيبه مش هشتغل عليه. دايما الخيط الاساسي اللي هنشتغل بيه هو اللي بناخده معانا بس اهو. بصي يا حبيبتي ابتدت بقى الشكل يظهر معاكي، هتلاقي الغرز كده باينه معاكي، ده طبيعي. وهنا لا اهو بالشكل ده. هكمل بقى ظهر الشغل ونرجع نشكل القلب. فهبتدي اعمل هنا فوق الابيض ابيض اهو. هبتدي هشتغل بقى على السلسله اللي انا عملتها عشان الصابع ده، هشتغل عليها بقى اكن هي دي بقى بقيه الجوانتي. هسيب المكان بتاع الصابع ده وهشتغل بقى فوق كل سلسله من ال6 سلاسل اللي انا عملتهم دول. جوه كل سلسله هعمل غرزه حشو اهو بالشكل ده. ممكن تيجي في الكورنر هنا بتاعها وعشان يريح ايدك هنا وتعملي غرزتين مع بعض عشان يريح الصابع برضو ما يبقاش مخنوقه قوي. برضو انتي اعملي وقيسي على حسب برضو راحه ايدك انتي، لان مش كل ايد زي التانية. هكمل بقيه الشغل ونرجع نشوف هنعمل.
هنا بقى السطر اللي عليه الدور هو كده فاضل سطرين ونخلص القلب. تمام. هاجي بعد ما عملت الثبات دورين، هاجي هنا وهعمل غرزة ابيض. انا عايزة ادخل بقى غرزة ابيض من هنا وغرزة ابيض من هنا. تمام. وهعمل غرزة ابيض في النص عشان ابتدي افصل بقى الجنبين عن بعض يديني شكل القلب في النص. فهبتدي هنا اعمل غرزة ابيض بس هغير بقى فيها اللون، غرزة واحدة بس ابيض اهو، واخد الاحمر معايا اللي هشتغل بيه. تمام. هبتدي هاخد الخيطين معايا الاحمر والابيض عشان هكمل احمر تاني. هعمل 1 2 وفي التالتة هغير اللون للابيض واعمل غرزة واحدة بيضة وهغير فيها اللون بقى عشان ادخل على الاحمر برضو. تمام. هعمل على الاحمر ده برضو زي ما عملت الجنب ده هعمل الجنب التاني عشان يطلع الناحيتين زي بعض. ماشي. فهعمل 1 2 وفي التالتة هغير اللون الابيض، هدخل على الابيض اهو واعمل واحدة بيضة زي ما عملت هنا بالظبط اهو. بصوا يا بنات ابتدى يتشكل معايا شكل القلب، ابتدى يوضح معايا اهو. تمام. هكمل الدور كله بعد كده بالابيض عادي خالص، هسيب الاحمر ده معايا وهكمل ظهر الجوانتي معايا كله ابيض. هكمل ونرجع نشوف هنكمل ازاي. وصلنا للسطر الاخير في القلب، هنغير اللون هنا فوق الابيض هنا عشان ندخل على الاحمر اهو. بنعمل 1 وفي التانية بنغير اللون عشان انا عايزة في النص هنا 3 ابيض، يعني احنا عملنا هنا واحدة بيضة، عايزة في الاطراف هنا كمان واحدة بيضة وهنا واحدة بيضة. فهنبتدي نسحب اللون الابيض، هنعمل هنا واحدة بيضة قبل الابيض وفوق الابيض وبعد الابيض واحدة اهو، بحيث يبقى عندي هنا 3 غرز بيضة بتديني شكل القلب. بس هنا هغير بقى اللون، هدخل على الاحمر اهو وهكمل زي ما عملت هنا 2 احمر، هعمل برضو هنا واحدة وهنا هبتدي اغير اللون واخد الابيض. بكده الاحمر خلاص دوره انتهى وشكل القلب معايا بقى بالشكل ده يا بنات اهو. هبتدي اكمل بقى الدوران بتاعي كله بالابيض واقص بقى هنا الخيط الاحمر خلاص مش عايزاه. هكمل لحد ما اوصل المقاس اللي انا عايزاه. هنكمل وهنشوف طلعوا معانا كام سطر. هنا خلاص يا حبايبي انا طلعت بالسطور حوالي 5 سطور زي ما عملت هنا او 6، نفس المقدار هنا هو المقدار هنا، وعملت دور في الاخير بالاحمر عشان احلي بس الجوانتي في الاخر. بس هو دي فكرته، ويا رب تكون قدرت اوضح لك الفكرة بتاعت القلب دي ازاي، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.